السلام عليكم متابعينا الأعزاء. اليوم عندنا عطل بسيارة كيا صور. اللايت العالي والناصي ما يشتغل، بينما السكن والرماش شغالين. هذا السكن العالي، هذا الرماش يشتغل بس العالي، والناصي تفر البدالة ما يشتغل. طبعا بشكل طبيعي أول خطوة نروح نفحص الفيوزات الخاصة باللايت. نجي نشيك الفيوزات. فحصنا الفيوزات الخاصة باللايت، وبعد التدقيق ما لقينا أي مشكلة بالفيوزات. في هيج حالة ننتقل إلى فتح اليد مال اللايت، اليد الداخلية. نجي نفتح الدرجة، اكو أزرار تنضغط. نفتح هذا النت، نستخدم البريل بسهولة. طبعا لقمة 21 قياس النت. وبعد ما نفتح الدرجة نرفع الدرجة، ننزلها على صفحة، وبعدها نفتح الكفرات. طبعا في الفتح بس التركيز على شريط الاستيرن. مفروض الشريط ما يبقى على الوضع حتى ما ينتلف أو ما يتعرض للتلف. في كبسات هاي فوق والجوانب. نفتح اليد، بالبداية نشيك الإعازات. بعد ما وصلنا الفيشة الرئيسية بدينا نفحص الإعازات حتى نحدد العطل بالضبط، وبصراحة ما ظهرت أي استجابة، لذلك لازم نفتح اليد ونشوف. ماكو أي استجابة، لذلك قررت أفسخ اليد بالكامل حتى نعرف المشكلة الحقيقية. والمفاجأة لقينا كربون مجمع على خطوط الإعازات الخاصة باللايت العالي والناصي. بعد الفحص ما ظهر عندنا أي حالة تلف لليد. نظفناها ورجعنا شديناها. بعد التنظيف وإعادة الترتيب القطع رجعت الإعازات واشتغل اللايت طبيعي. نصيحة لكم، فيك أعطال بسيطة لا تروحون مباشرة تبدلون اليد. أغلب الورش تنصح بالتبديل لأنه ما يطول الخلق، لكن الحقيقة أن فحص وتنظيف اليد يكفي يرجعها تشتغل مثل الجديد. وبعد ما تأكدنا من تشغيل اللايت
رجعنا كل الأجزاء بنفس التسلسل اللي فتحناها بيه. هيج حالة. هذا اشتغل لايت عالي ناصي فتح. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لأن المحتوى الجاي أقوى ويونسكم وما يتفوت. تحياتي للجميع ومع ألف سلامة يا أحلى متابعين.